معنا من مدينة الرسن قرب حمص شاهد العيان عمار الرسناوي. سي عمار، كيف يبدو الوضع في المدينة الآن؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي، اليوم الساعة 4 صباحا انقطعت الكهرباء والاتصالات الأرضية والإنترنت والماء عن مدينة الرسن كاملة بإضافة تلبيسي، وقام الجيش بتطبيق الرسم بالكامل حتى من جانب المزارع وسد الرسم، وقامت دخول الدبابات إلى الرسم بما يزيد 120 دبابة هي وعناصرها في جميع، ودخلوا في جميع شوارع الرسم وقاموا بترويع الاهالي وطلق النار، وكانت دبابات من نوع بي ام بي ودي 62 وتجولوا في شوارع الرسن وضواحيها، وقاموا بطلق النار عشوائيا على الناس الماره والسيارات والمنازل من الساعه 5 صباحا حتى الساعه 1 ظهرا، مما ادى الى سقوط عدد من الجرحى الذي يتجاوز عددهم ال10، وقاموا بمنع الاطباء من معالجه الجرحى او الدخول الى المشفى. وتمركز العدد من القناصين على الأسطح، وهناك حوامات قامت بالتحويل فوق سماء الرسم، وخرجت سيارة سيرفيس نوع هونداي لنقل الأطفال إلى مدرسة الشويخات بحمص، وكان معهم ضابط بالجيش برتبة مناز أول ذاهب إلى عمله، حيث تعرض لهم عناصر الأمن وقاموا بإطلاق النار عليهم عندما شاهدوهم من أهل مدينة الرسم، علما أنهم أطفال، مما أدى إلى وفاة الضابط بسام محمود إطلاس برتبة مناز أول، والطفلة هاجر تيسير الخطيب، وإصابة السائق وكامل ركاب الأطفال. هذا ما حدث بالرسم. نعم. طيب عمار، هل هناك مجال للسكان للتحرك الآن أم هناك حظر تجول؟ لا، حظر تجول كامل. نعم، حظر تجول كامل. كامل. طيب من أين أن لك أن تستقي كل هذه المعلومات والحظر التجول كامل كما تقول؟ ما هي مصادرك؟ نعم. كيف تمكنت من جمع كل هذه المعلومات في ضوء هذا الحظر للتجول في المدينة؟ أخي، نحن في الرسم، نحن جميع الشباب هم بالرسم، يعني على علم كامل ما يجري. نعم. لديكم إمكانية للتواصل عبر الهاتف والرسائل؟ بس عبر الموبايل، أما أرضي لا. نعم، بمعنى هناك خدمة الهاتف والإنترنت غير مقطوعة. الإنترنت مقطوعة. والهاتف متاح. الهاتف الجوال متاح. نعم. طيب كيف فهمتم أنتم هذه العملية الأمنية اليوم؟ لماذا؟ لماذا هذه العملية التي يقوم بها الجيش السوري كما تقول اليوم، القوات السورية عفوا؟ أخي، هم ينظرون على الرسم يوجد فيها سلفيين ومندسين وعصابات مسلحة، وهم أتوا إلى هنا ولم يروا أي شيء، ولم يروا طلقة نارية من الشعب في الرسم. للأسف الصوت غير واضح جدا. عمار رسناوي شاهد العيان من مدينة أرسن قرب حمص، شكرا لك على كل حال.